السلام عليكم حبايبي. يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل طريقة تدميس الفول بطريقة سهلة وبسيطة، وفي أقل من نص ساعة هتكوني دمستي أحلى فول في البيت. نبدأ. بسم الله. هنجيب الحلة على النار، نحطها فيها مية تغلي. هنجيب جزراية كبيرة، أو لو عندك الدماسة بتاعت الفول برضو ده ينفع وده ينفع، بندمسه في الحلة عادي. هنجيب حطينا الجزرة المبشورة، جزراية كبيرة حلوة كده، ولو صغيرة حط 2 وقطيتين حلوين. وبنجيب الفول المدشوش اللي احنا بنعمل بيه البصارة. ونجيب كوباية عدس بدبة، دول بنبقى غسلينهم حلو أوي ونقعينهم قبلها بساعتين. بتحطيهم على النار وبتغلي وتهدي عليهم، اقل من نص ساعة بيكون استوى وما شاء الله. ولا بتخليه بال4 ساعات وال5 ساعات. احنا بنبقى عاملين الفول وبنبقى يعني بنيجي نعمله وننقعه، وفي نفس الوقت بياخد له بال5 ساعات على النار. فده ما خدش اقل من نص ساعة كان استوى. هو نفس الفول اللي بنجيبه من المحلات او اللي بندمسه في البيت هو ده، بس احنا جايبين ده اللي من غير قشرة. فعلا فعلا مش بيتعب لك معدتك ولا حاجة. اخف بكتير عشان القشرة هي اللي بتتعب القولون. خلاص استوى. بقول لك في اقل من نص ساعة، وجربيه طعمه هيبقى حلو وخفيف. وحطينا عليه الملح. هنقلبه وخلاص كده استوى معانا. شايفين لونه عامل ازاي يعني؟ شايفين؟ ما تفرقهوش يعني. هو مش ما حسيتوش انه بقى ابيض كده، لا. مع الجزر والقوطه مع وكوبايه كوبايه العدس اللي انت حاطينها بيبقى ايه اللي انت هتحطيها له، فبيبقى اللون ده خفيف قوي وطعمه حلو. حطينا عليه كمون وحطينا عليه الزيت، وعايزه تحطي شطه على وشه. لو عندك طحينه حطي طحينه. ومقدمين معاه طبق سلطه حلو، ومقدمين معاه جرجير وبصل اخضر وعيش بلدي صابح. وحاطط ما شاء الله كميه كبيره، يعني حط كميه كبيره يعني عرفت منهم. والباقي يبرد يتحط في التلاجة. هتطلعي منه كل يوم تفطري انت وولادك، وما شاء الله ريحته حلوه قوي. وفعلا يعني عايزه اقول لك في الفطار حتى تفطري بيه، في الغدا تتغدي بيه، مش فارق، طعمه حلو فعلا. وبيخليكي عايزه تاكلي منه يعني. ان شاء الله يا حبايبي الوصفه تكون سهله وتكون بسيطه وعجبتكم. وجربوه مش هتندموا. توفير في الكميه ما شاء الله اللي حطها، توفير في الوقت. البوتاجاز اللي بياخد بال4 ساعات لا، ده ما خدش اقل من نص ساعه كان استوى وزي الفل. طريقته سهله وبسيطه، ويا رب تكون عجبتكم. شكرا لدعمكم. ما تنسوش حبايبي اشتراك في القناه، ما تنسوش اللايك والتعليقات. وشكرا والسلام عليكم.